بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم من جديد، فيديو جديد وحلقة جديدة. هنشرح النهاردة تطبيقات على الأعداد النسبية. درس النهاردة من أسهل الدروس لو أنت فهمت قوانينك كويس وبدأت أن أنت تطبق بالخطوات اللي أنا هقولك عليها. اتفقنا في مجموعة الأعداد النسبية إن أي عددين متتاليين في الأعداد النسبية يوجد ما بينهم عدد لا نهائي من الأعداد النسبية. النهاردة كل الكلام إنه هيطلب منك عدد واحد من بين عددين نسبيين، ولكن هيشترط عليك المركز بتاع العدد موجود فين بالظبط، سواء في منتصف المسافة أو في ثلث المسافة أو في ربع المسافة أو في خمس المسافة أو في سدس المسافة وهكذا. هنتكلم الأول عن منتصف المسافة لوحده لأن ده له قانون سهل وخاص بيه هنشتغل عليه، وبعد كده هنتكلم عن تلت المسافة، ربع المسافة، خمس المسافة، لأن ده له قانونين تانيين هنشتغل عليهم. مثال واحد بيقول لي اوجد العدد الذي يقع عند منتصف المسافة بين 3 و7. عشان تقدر تجيب العدد اللي واقع في منتصف المسافة بالظبط ما بين ال3 وما بين ال7 هترسم خط الأعداد. رسمنا خط الأعداد، ادي سالب 1 0 1 2 3 لحد ال8. عندي العدد الأساسي 3 اللي هو هنا، والتاني 7. عايز العدد اللي واقع في النص بالظبط. هو مين الأعداد اللي ما بين ال3 وال7؟ ال4 وال5 وال6. شيل ال4 وال6 قصاد بعض يتفضل لي 5، يبقى ال5 هو العدد، يبقى أقول له هنا هو 5. العدد اللي واقع في منتصف المسافة بالظبط مين؟ 5. قال لي يا أستاذ أنا ممكن أستخدم طريقة تانية بالبلدي كده كلنا ممكن نستخدمها. إيه هي؟ قال لي إن أنا لو جمعت ال3 وال7 وقسمتهم على 2 هيدوني برضو 5، يعني جبت العدد اللي واقع في منتصف المسافة، فالموضوع سهل أهو. قال لي نفس الطريقة دي لها قانونها بيقول لي إيه بقى؟ نص في مجموع العددين. يعني انا اقدر اضرب نص في مجموع العددين يديني العدد اللي واقع في منتصف المسافة ما بينهم. زي المثال ده كده مثلا، اوجد عددا نسبيا يقع عند منتصف المسافة بين 2 على 5 و3 على 7. قال لي اول حاجة وحد مقاماتهم، خد ال2 على 5 وقول فيه، وخد ال3 على 7 وقول فيه. اضرب كل كسر في مقام التاني، يعني الكسر اللي فوق اضربه في مقام اللي تحت اللي هو 7 على 7، والكسر اللي تحت اضربه في مقام اللي فوق اللي هو في 5 على 5. 2 في 7 ب14، و5 في 7 ب35، 3 في 5 ب15، و5 في 7 ب35. كده انا وحدت المقامات. لكن لو لاحظت معايا هتلاقي العدد الاول 14 على 35، والعدد الثاني 15 على 35. هو في اعداد واقعه ما بينهم؟ تعال نشوف. احنا اتفقنا ان القانون بيقول لي نص في مجموع العددين او نص في مجموعهم على طول، يبقى هقول له القانون بيقول لي نص في مجموعهم، يعني هجمع العددين 14 على 35 زائد 15 على 35 اللي هو بيساوي نص في 35 متوحدة نزل واحدة منهم، 14 زائد 15 يديني 29. عملية ضرب أعداد نسبية، يبقى اللي فوق في اللي فوق يتكتب فوق، واللي تحت في اللي تحت ويتكتب تحت. 1 في 29 ب29 على 2 في 35 ب70، يبقى العدد 29 على 70 هو ده العدد اللي واقع في منتصف المسافة ما بين 2 على 5 و3 على 7. يبقى منتصف المسافة أول ما يجي لي السؤال عايز منتصف المسافة استخدم القانون ده، نص في مجموع العددين أو نص في مجموعهم. وحد مقاماتك واجمعهم والناتج اللي يطلع اضربه في نص. ده بالنسبة للجزء الخاص بمنتصف المسافة، ومنتصف المسافة له قانون خاص بيه، والقانون الخاص بيه ما ينفعش يتطبق في حاجة تانية. طب سؤال هنا، هو منتصف المسافة ده يا أستاذ من جهة العدد الأصغر ولا من جهة العدد الأكبر؟ قال لي منتصف المسافة بيبقى من جهة العددين، يعني من جهة الصغير هي من جهة الكبير، لأنه كده واقع في المنتصف ما بينهم. ولكن الكلام هنا بقى هيختلف لما اطلب منك في تلت المسافة او ربع المسافة او خمس المسافة. هحتاج حاجتين، مرة من جهة العدد الاكبر ومرة من جهة العدد الاصغر.
لما اجي مثلا في مثال 3 اقول لك اوجد عددا نسبيا يقع عند ثلث المسافة. ثلث المسافة معناها تلت، يبقى تلت المسافة ديت معناها تلت بين الاتنين والتمانية، مرة من جهة الأصغر ومرة من جهة الأكبر. طب تعالى كده بس نحدد الأول الاتنين والتمانية. أدي الاتنين أهي، وأدي التمانية أهي. عايز بقى اللي في التلت من جهة الأصغر. الأصغر الاتنين ولا التمانية؟ طبعا الاتنين. من جهة الصغير هيطلع لي رقم ومن جهة الكبير هيطلع لي رقم. بس تعالى الأول، هو مين الأرقام اللي وقع ما بينهم؟ أو عد الوحدات اللي موجودة ما بين الاتنين والتمانية. أدي 1 2 3 4 5 6. قسم ال6 وحدات دول أو اضربهم في كام؟ في تلت. يعني سيادتك هتقوم جاي واخد المسافة اللي هي تلت، اضربهم في المسافة اللي ما بينهم، يبقى أقول له تلت في 6 وحدات يديني وحدتين. كل ما تمشي وحدتين سواء من جهة العدد الكبير أو من جهة العدد الأصغر هتلقى عدد واقع في تلت المسافة. لما أطلب منك من جهة الأصغر من جهة الاتنين اللي هو العدد الصغير وعد وحدتين، أدي 1 2، وصلت عند الأربعة يبقى من جهة العدد الأصغر 4. طب من جهة العدد الأكبر 8، عد وحدتين، أدي 1 أدي 2، وصلت العدد 6. يبقى العدد اللي واقع في تلت المسافة من جهة الأصغر هيكون الأربعة، ومن جهة الأكبر هيكون مين؟ ال6. ولكن الطريقة دي بنقول عليها بالفطرة. طب ما تيجي نشتغل بقوانين ثابتة يا أستاذ عشان تريحنا. قال لي يا عم الحاج لو عايز تجيب العدد اللي واقع في تلت المسافة أو ربع المسافة أو خمس المسافة من جهة العدد الأصغر هتشتغل على القانون ده. القانون بيقول لي إيه؟ بيقول لي الأصغر، وعشان هو صغير هزود عليه يبقى الأصغر زائد الأصغر زائد المسافة المطلوبة سواء تلت أو ربع أو خمس أو سدس أو سبع وهكذا، مضروبة في الفرق بين العددين. مضروبة في الفرق بين العددين. طب لو طلب من جهة الأكبر هيبقى الأكبر ناقص، عشان هو الكبير فبطرح منه المسافة في الفرق. تعال نفسر القانونين. قال لي من جهة الأصغر زائد المسافة في الفرق. الأصغر هو بيديك عددين، في عدد صغير وعدد كبير، يبقى عوض هنا بالعدد الأصغر زائد هزود عليه المسافة المطلوبة سواء تلت أو ربع أو خمسة أو سدس على حسب المسافة اللي هو عايزها، مضروبة في الفرق بين العددين، يعني هطرح العددين من بعض الكبير ناقص الصغير. تعال نحل أمثلة على الكلام ده عشان نفهم الموضوع أكتر. وخد بالك الأمثلة اللي مكتوبة ركز معايا في خطوات الحل، لأن أنت لو مشيت المسألة دي خطوة بخطوة هتلاقي نفسك وصلت للحل المظبوط. وخد بالك إن الأفكار بتاعت المسائل دي أساسية في امتحان نص السنة، ولما أقول لك أساسية اعرف إنه لازم هيجيب لي مسألة من النوع ده في قلب الامتحان. تمام كده؟ تعالى واحدة واحدة ونشوف. مثال 4 عندي بيقول لي إيه؟ بيقول لي اوجد عددا نسبيا يقع عند ربع المسافة. شد تحت ربع دي خط واكتب عندها ربع. يبقى المسافة اللي أنا أعوض بيها في أي من القانونين هيكون ربع. تمام كده؟ بين 1/2 و1/3 من جهة الأكبر. في ساعات بيطلب مني من جهة الأصغر، وفي ساعات بيطلب مني من جهة الأكبر، وفي ساعات يطلب مني من جهة الأكبر والأصغر، وفي ساعات ما بيطلبش خالص. ولما ما يطلبش خالص اعرف ان انت هتجيب المسافة من جهة الأصغر فقط. طب تعالى واحدة واحدة بقى لما اقول لك على الخطوات اللي هنمشي عليها. مبدئيا انا لازم اعرف مين الأصغر ومين الأكبر، وعشان اقدر احدد يبقى لازم اوحد المقامات. هاخد النص هكتبه واقول فيه، وهاخد التلت هكتبه واقول فيه. بضرب كل كسر في مقام التاني عشان اقدر اوحد المقامات. يعني اضرب هنا في 3/3 وهنا في 2/2. 1 في 3 ب3، و2 في 3 ب6، 1 في 2 ب2، و2 في 3 برضه ب6. كده انا وحدت المقامات بتاعتي. 1 بقى 3/6 و1 بقى 2/6.
حدد مين الكبير ومين الصغير. تعالى جنب ده واكتب الأكبر، لأن 3 على 6 أكبر من 2 على 6. وتعالى جنب ده واكتب الأصغر. بعد كده الخطوة اللي بعد توحيد المقامات بجيب الفرق. الفرق معناها هطرح الكبير ناقص الصغير، يعني هطرح 3 على 6 ناقص 2 على 6، هلاقيها بتديني 1 على 6. يبقى ده كده الفرق اللي هعوض بيه سواء هنا أو هنا. تمام. بعد كده ببدأ إن أنا أعوض، هو عايزه من جهة الأكبر، هكتب القانون الأكبر ناقص المسافة في الفرق. الأكبر عندي 3 على 6 ناقص المسافة المطلوبة، اتفقنا إن هو ربع، في الفرق اللي هو 1 على 6. وأصفي المسألة بتاعتي وأكتب له الناتج. عشان أصفي المسألة بتاعتي يفضل استخدام الآلة. هكتب على الآلة 3 على 6، بعد كده ناقص 1 على 4، بعد كده في 1 على 6. مجرد ما هقول تساوي هتديني الناتج بتاعي، هيطلع 11 على 24. وبكده العدد ده هو اللي موجود في ربع المسافة من جهة العدد الأكبر. تمام؟ تعالى نفهم أكتر من مثال 5. عندي في مثال 5 بيقول لي اوجد عددا نسبيا يقع عند خمس المسافة، شد تحت خمس المسافة خط واكتب فوقها خمس، بين العددين 2 على 5 و4 على 7. المرة دي عايزه من جهة الأصغر. امشي مسألتك خطوات هتلاقي المسألة حلت نفسها معاك. أول حاجة وحد المقامات، تاني حاجة حدد الكبير والصغير، تالت حاجة هات الفرق، رابع حاجة عوض في القانون. طب تعالى واحدة واحدة. أول حاجة وحد المقامات، أنا عندي 2 على 5 و4 على 7. اضرب كل كسر في مقام التاني، هتلاقي المقام اتوحد لوحده، يبقى هضرب هنا في 7 على 7 وهنا في 5 على 5. 2 في 7 ب14 و5 في 7 ب35. 4 في 5 ب20 و5 في 7 ب35. كده وحدت المقامات بكل سهولة. لما اجي ابص 14 على 35 و20 على 35، يبقى ده كده الأكبر وده كده الأصغر. بعد كده بجيب الفرق بينهم، يبقى الفرق هيساوي الكبير ناقص الصغير، يعني 20 على 35 ناقص 14 على 35، هلاقيها بتساوي. المقام متوحد، نزل واحد منهم، 20 ناقص 14 هتديني 6. يبقى ده كده الفرق اللي انا هعوض بيه في القانون، ومعايا المسافة خمس، ومعايا الأصغر 14 على 35. اكتب القانون بتاع من جهة الأصغر وابدأ أعوض فيه. يبقى عندي الأصغر زائد المسافة في الفرق، يبقى هتساوي الأصغر اللي احنا قلنا عليها 14 على 35 زائد المسافة المطلوبة اللي هي خمس في الفرق بينهم اللي هو 6 على 35 هتساوي. صفي مسألتك بالآلة واكتب الناتج بتاعك، يبقى 14 على 35 زائد 1 على 5، بعد كده في 6 على 35 هتساوي. الناتج في الآخر هيطلع 76 على 175. وبكده يبقى انت جبت له الناتج المطلوب. ودايما المسألة لما توصل معاك ان انت عوضت في القانون، حاول تصفيها بالآلة افضل، لان الآلة هتديك ناتج مختصر عشان ما تطلعش ناتج وتلخبط نفسك انت في الضرب والجمع او الضرب والطرح. تعال نشوف المثال اللي معانا رقم 6. بيقول لي اوجد عددا نسبيا يقع عند خمس المسافة بين سالب 2 على 3 وسالب 3 على 5. انا قصدت ان انا اجيب لك المثال فيه سوالب لان انت بتخاف من السالب، وهقول لك ان التعامل مع السالب زيه زي اي عدد، الموضوع سهل وبسيط، بس انت ركز معايا. اول خطوة هنعملها هوحد المقامات، يبقى سالب 2 على 3 وسالب 3 على 5. اضرب كل كسر في مقام التاني، يبقى فوق هضرب في 5 على 5 وتحت هضرب في 3 على 3. سالب في موجب بسالب، 2 في 5 ب10، 3 في 5 ب15. هنا سالب في موجب بسالب، 3 في 3 ب9 و3 في 5 ب15.
المشكلة في السالب هنا في تحديد الصغير والكبير. ليه بقى؟ لأن الكبير في السالب هو الصغير. يعني لما أجي أقول لك سالب 10 وسالب 9، مين الكبير؟ قال لي الكبير هو السالب 9 والصغير هو السالب 10، لأن كل القيمة ما زادت في السالب كل ما قلت قيمة العدد. يبقى هاجي هنا أقول له ده الأصغر وده الأكبر. خد بالك ان هنا ما حددليش لا اقل من جهه الاكبر ولا اقل من جهه الاصغر، وطالما ما حددش قدامك طريقين، يا اما تجيب من جهه الاصغر فقط واجابتك صحيحه مليون المية، لانه لما ما بيحددش بيبقى عايز من جهه الاصغر، يا اما بتجيب مره من جهه الاصغر ومره من جهه الاكبر، فاللي يريحك امشي فيه. بالنسبه هنا للمساله احنا كده حددنا الصغير وحددت الكبير، لازم اجيب الفرق، وقلنا ان الفرق بيساوي الاكبر ناقص الاصغر. الاكبر سالب 9 على 15 ناقص الاصغر سالب 10 على 15. خد بالك ان هنا في اشارات هتيجي ورا بعضها، لان العدد الاصلي بتاعك عدد سالب، لما يجي سالب وراها سالب الغي الاشارتين وخليها موجب، يبقى سالب 9 على 15 زائد، لان سالب في سالب بموجب 10 على 15 هتساوي المقام متوحد، هنزل واحد منهم. عندي واحد سالب وواحد موجب، اشارات مختلفة، واحنا اتفقنا في حصة الجمع والطرح لو الاشارات مختلفة خد اشارة الكبير واطرح. الكبير 10 يعني الناتج هيطلع موجب، لما اطرح في دماغي 10 ناقص 9 هتديني 1، يبقى الفرق بتاعي 1 على 15. لما اجي اقول له من جهة الاصغر كان القانون بيقول لي الاصغر زائد المسافة في الفرق. الاصغر سالب 10 على 15 زائد المسافة المطلوبة، هو عايز هنا في خمس المسافة، يبقى هضرب في خمس في الفرق بينهم اللي هو 1 على 15، يبقى الناتج هيساوي، هاجي هنا على الآلة واقوم جاي كاتب سالب 10 على 15 بعد كده زائد 1 على 5 بعد كده في 1 على 15. مجرد ما قلت تساوي هلاقي الآلة ادتني الناتج بتاعي سالب 49 على 75. وبكده أفكار المسائل دي طرق الحل بتاعتها ثابتة ما بتتغيرش. دايما وحد مقامات، حدد الكبير والصغير، هات الفرق، اكتب القانون وعوض فيه، هتلاقي المسألة بقت سهلة وبسيطة معاك. وركز ان النوع ده من المسائل اساسي في قلب الامتحان عشان خاطر تاخد بالك وتفهمه كويس. اتمنى اكون فدتك ولو بحاجة بسيطة في حصة النهاردة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.